صديقاتي، مساء الخير عليكم. تنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن ما يرام وعواشركم مبروكه بجميع التمنيات ان شاء الله بحول الله. عندي معكم ليكيش حلوين، ولكن اللي بغات راني دايراها مالحه. وها هما عندي هنا غير نص طيبه. عندي هنا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي سلقه وخليته تنشف وحمرته في الزيت. درت شويش ديال الزيت ودهنته مزيان وخشيته في الفران باش ياخذ لي اللون. وعندي هنا القرقاع للتزيين، عندي اللوز مسلوق وشاحت، وعندي تما اللوز هكاك بقشرته، وعندي بيضه، وعندي تما الشكلاط، وعندي السكر. واكيد في المطبخ راه معايا عبد النور، وانا تنشارككم هذا الفيديو رغم ان الغياب ديالي هذه مده، ولكن الظروف خاصه. دابا غنقبط هاد الكاوكاو وغادي نطحنو بالسكر حتى يتضحك عندي مزيان. وها انا معكم البنات، هانتوما تتشوفوا كاوكاو كيفاش تطحن مزيان. ونسيت ما قلتلكمش تنديروا واحد نص معلقه ديال القرفه باش تيعطي واحد لوغو مزيون بصراحه مع كاوكاو. وهذيك الكميه ديال السكر انا راني درت 3 ديال المعالق ديال السنيده. نتوما تيبقى اختيار لكم الحلاوه. غنقبط هاد البيضه غنديرها ونخلط مزيان، او غنولي نطحن الخليط كامل باش يندمج. هانتوما كيفاش باين، وغنبقى هكا مستمره تيندمج عندي الخليط. هانتوما تشوفوا الخليط ديالي، وراه ما خليتش هذيك البيضه، راني زدتو بيضه واحده اخرى باش يجيني خفيف شويه. هانتوما تشوفوا كيفاش، يعني 2 البيضات في 250 غرام ديال اللوز ديال الكاوكاو، سمحوا لي بالي مع اللوز. وبعد الحشوه هذه غنعمر الكيش ديالنا كيف ما قلت لكم، هما راهم نص طيبه. نحاول هكا باش نعمرهم كاملين بهذه الطريقه بحال هكا. غنبقى مستمره تنسالي الكميه اللي عندي، وديك الساعه عاد غادي نزوق. البنات هانتوما تتشوفوا انني عمرت لي طاغ ديالي كاملين، وهنا غنقبط هكا اللوز للتزيين. عنديهم كاملين هكا. هذا كيف ما قلت لكم غير مسلوق وخليته تنشف باش ما يكونش فيه الماء. هذه هي الطريقه ديال التزيين، يعني سهله وفي الصراحه تيجيو عاطين واحد البريستيج في الحطه، تيجيو مزيونين. راه كنت من قبل كنت صورت هذا الفيديو ولكن ما نزلتوش بكل صراحه. هذا عبد النور، ما نقول لكمش عبد النور راه بدل شيومه، راه معانا عبد النور في الكوزينه. ما نقول لكمش عبد النور شنو راه داير. هادو تنحط عليهم هي قرقاعه هكا في الوسط. هادو تيمشيو هكا، الاخرين تيمشيو باللوز كيف ما قلت لكم خضر. ملي تنديروه بالحق في الفران باش يكمل الطياب، عاد تيطيب هو انه ما محمر ما حتى شي حاجه. تنتمنى الاقتراح ديال اليوم على انه يعجبكم. وما نقول لكمش انا راني بلا فوطه جلايل، ولكن عبد النور ما شاء الله قال خصو يدير فوطه جلايل. دار لي عبد النور كيف ما كانت تدير لي شيومه. راكم شفتوا شيومه معايا في شحال من فيديو عبد النور، يعني راكم عاقلين عليهم اصدقاء الكوزينه. هكا نبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله.
هانتوما تشوفوا عبد النور راه بجنبي في الكوزينه، راه انا وياه حاجه بحاجه ما شاء الله، قيل معايا هذا النهار تخليناها بلا غدا مسكين تدار 3 د العشيه. شتي مساعد فاتي اننا في الصباح رحنا صاوبنا البيتزا، راكم شفتوها فين راها. وهادو ماشي التحضيرات ديال رمضان بكل صراحه، هادو عيجيوني شي ضياف وانا تنوجد من قبل. الشكل النهائي ها هو تتشوفوه كيفاش جاي، وراه انا وعبد النور حاجه بحاجه. يعني بصراحه تيجيو في الحطه تيجيو مزيونين. تنتمنى على انكم تجربوا هذا الاقتراح. وبالنسبه لي كيش انا عجنتهم لانني ديجا عجناهم معكم ومعاوده، هذاك الشيء علاش ما وريتكمش عاوتاني العجينه ديالهم، فقط وريتكم الحشوه. دابا الفران راه عندي سخون، غنديرو بحال يطيبنا البيض. صديقاتي الشكل النهائي ديال لي كيش ديالنا ها هما واجدين، هانتوما تتشوفوا. والاختيار ديالكم، اللي بغى يدهنهم بشويش بالكونفيتير او اللي بغى يدهنهم بشويش بالعسل ديك الساعه او بالناباج ديك الساعه تيبقى الاختيار ديالكم. انا حتى نبغي نقدمهم ديك الساعه غادي ندهنهم. تنتمنى الاقتراح هذا النهار انه يعجبكم. يعني بصراحه بساط وتيجيو مزيونين. البلاطو ديالي ها هو واجد، تنتمنى على انه يعجبكم والاقتراح هذا النهار يعجبكم، رغم ان غياب طويل، ولكن جبت هذا النهار واحد الحاجه خفيفه بغيت نشاركها معكم. بالنسبه للغياب ديالي البنات، بزاف الناس اللي بقاو تيشجعوني انني ندير الفيديو ونشارككم فيه ونسمع الاقتراحات ديالكم ونسمع شنو غتقولوا لي، ولكن ان شاء الله بحول الله من بعد رمضان غنشارككم الى بقينا حيين، غنشارككم في الفيديو ونسمع الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم. وهذا الشيء ما نقول، ما يمكن لي نقول دابا حتى شي حاجه، لان العواشر هذا رغم ان بيني وبين راسي راني تنقول بزاف ديال الحوايج، الحاجه الوحيده اللي قاعد نقول حسبي الله ونعم الوكيل. والسبب الغياب ديالي اللي زاد اكثر هو انني تزوجت عقبا ان شاء الله الكل وحيده. وبالنسبه لهادو ندير عليهم سكر كلاصي كيف ما قلت لكم. التقديم ان شاء الله عاد غادي نكمل، اما قلت لكم الكونفيتير اما العسل، وهادو اللي فيهم الكركعات حنزوقهم بسكر كلاصي. صديقاتي شكرا لكم بزاف، وتنتمنى الاقتراح هذا النهار على انه يعجبكم، يعني بسيط وسهل. وشكرا لكم وعواشركم مبروكه مره اخرى.